التكريت. هذه المباراة دائما تأخذ طابع الندية وطابع الإثارة وطابع التوتر، يعني حقيقة يعني في بعض المرات يعني هذا حمادي يعني تقريبا الهدف الأول مع الهدف الثاني نفس الطريقة، هو التوغل والتسديد. تفضل. لذلك في بعض الأحيان مثل هذه المباراة يعني صعب على المشاهد أنه يتابعها بشكل كامل، يعني تخاف في أي لحظة يصير مشكلة، وقبل المباراة ممكن تحصل مشكلة، وخلال المباراة توقع تصير مشكلة، وبعد المباراة أيضا ممكن تصير مشكلة. هنا دور الحكم يكون يعني دور حيوي وكبير، يجب أن يكون الحكم، وكان الحكم فعلا مقتدر في هذه المباراة وقاد المباراة بشكل جيد. اللاعبين أيضا أغلب اللاعبين ظهروا بمستوى رفيع من الأخلاق، وكانوا في بعض الأحيان هذا الهدف الثاني أيضا نفس المكان نفس اللاعب. لكن ربما هذه الحركة التي أشعلت المباراة. يعني حمادة أحمد يتوجه إلى جمهور صلاح الدين بحركة، هذا خطأ، هذا جانب تربوي يجب أن ننبه عليه اللاعبين، مثل ما نقول أنه نوجه اللاعبين بعدم الاعتراض على الحكم. يجب على اللاعب أن يحترم الخصم وأن يحترم جمهور الخصم، لأنه هذه تسبب المشاكل. أنت روح على جمهورك وحيي وفرحهم وتونس وياهم، لكن أن تروح على جمهور الخصم هذا باستفزاز جمهور الخصم. نعم. وبالتالي هناك يعني سامراء ينهي الشوط الأول 2-0، لكن لم يئس صلاح الدين. نعم فريق هذه نقطة إيجابية لعلي وهاب ولفريقه تعتبر. نعم احنا حكينا على علي وهاب وعلى شخصيته وعلى قدرته وامكانيته، وهو مدرب من ذوي الخبره العاليه ويتمتع بمميزات كثيره واخلاق عاليه. ممكن يزرع هذا المدرب اخلاقه في نفوس لاعبيه، وبالتالي يحصل على المزيد من الجانب البدني والمهاري ولدى داخل المباراه. لذلك ايضا نقطه تضاف الى هذا المدرب انه لم ييأس ولاعبيه لم ييأسوا، وبالتالي حصلوا على التعادل، بالرغم انه التعادل هو في مصلحه سامراء كون الملعب في صلاح الدين. لكن هذه مباراة أيضا 3 أهداف 6 أهداف، معناها مباراة يعني أنجبت الكثير من الأهداف وبها متعة كثيرة. نعم، وكانت حالات خطر على المرمى كثيرة أيضا. هذا مؤيد طه أخطأ وسجل في مرمى. كابتن حكيم، يعني مباراة مثل هذا المستوى يعني يتأخر بها رجال الأمن، الحماية غير موجودة حتى نهاية الشوط الأول، على الرغم من أنه اعتراف السيد محمد خليل رئيس الإداري اعتراف بالخطأ أنه أخطأوا في هاي مسألة فنية، لكن مع ذلك يعني كادت أن تكون مشكلة أكبر من التي كانت، والحمد لله. قبل كل شيء يعني يجب أن نحيي الفريقين على يعني أتصور في مباراة عصيبة. يعني أنا دربت الفريقين صلاح الدين وسامراء، والفريقين حققنا بهم إنجاز. يجوز هل صلاح الدين دا يسمعوني ويشوفوني، وهل سامراء أيضا يشوفوننا ويسمعوني. هكذا مباريات يجب أن تعد لها العدة قبل دور، يعني بما أنه الهيئة المؤقتة عادة نشرة للمباريات وبتواريخها وأماكنها، فيجب أن تضع علامة استفهام على هذه المباراة، مثل ما أن يجب أن تضع علامة استفهام على الدور القادم في مباراة أربيل ودوق. يعني حتى الناس لا تقول أنه إحنا فقط احنا نبحث عن المشاكل، احنا نبحث عن الحلول التي تصل بكرة القدم للمصاف الجيد او للمستوى الرائع. انا اتصور انه الهيئة